السلام عليكم. في فيديو النهارده جايب لكم افضل 12 مهارة كرة قدم استخدمها افضل لاعبين العالم لمراوغة اخصامهم، ولازم عشان تكون لاعب موهوب ومهاري تتعلم وتتقن مهارتين منهم كويس جدا جدا عشان تقدر تنفذهم بسهولة. نشوف ونبدأ في اول مهارة، يلا بينا. ذا رازر دي مهارة جميلة وسهلة واستخدامها حلو، تقدر انك تعملها في اي مكان في الملعب وخاصة على الاطراف، لانها بتعتمد على السحب بالجانب مع ضرب الكرة بالكعب ولف جسمك بمرونة وسرعة عشان تعرف تلحقها. وهنشوف دلوقتي ازاي ممكن تعمل المهارة دي بسهولة وفي وقت قصير جدا عشان تكون معاك سهلة وتقدر تعملها على طول. دي حركة سهلة وفعالة في نفس الوقت، وكل اللي انت بتعمله انك بتسحب الكورة من الجنب وبتلف جسمك بسرعة، وانت بتلف جسمك تقوم ضاربها بالكعب وتقدر ان انت توصل لها بكل سهولة. طبعا الخصم قدامك مش هيبقى متوقع ان انت هتضرب الكورة بالطريقة دي، لانه هو هيكون راح معاك في نفس الاتجاه اللي انت مشيت فيه، فهو بالتالي مش هيقدر ان هو يوصل لك. فعقبال ما يلف جسمه هتكون انت عديت منه في لمح البصر او في الثانية اللي هي فاتت دي، فهتقدر ان انت تعدي منه بكل سهولة. ستيب اوفر دبل تاتش. وانت بتجري بالكرة بتعمل ستيب اوفر او بتلف قدمك حوالين الكرة وتضربها بسرعة من القدم للقدم التانية عشان تقدر تعدي وتراوغ على طول. يلا بينا نروح نشوف تتمرن عليها ازاي. ركز كده كويس في لفة القدم حوالين الكرة وشوف ازاي تقدر تلمس الكرة من القدم للقدم بالشكل البطيء اللي انت شايفه دلوقتي قدامك، وحاول تنفذها بالشكل ده حتى لو هتعملها ببطء الاول وبعد كده تسرعها وتكون جيد فيها. ميسي سكيلز. دي أول مهارة من مهارات ميسي، وهي مهارة رائعة وجميلة لمراوغة المدافع أو الخصم الأخير في منطقة الجزاء، وهي مهارة خرافية وجميلة جدا جدا في نفس الوقت. وانت بتعمل المهارة دي بتضرب الكرة من وجه قدمك في اتجاه جانبي عشان الخصم يمد قدمه، وبعد كده تعكس الاتجاه بداخل القدم عشان تقدر تعدي منه بسهولة جدا، والخصم ساعتها هيحتار. ولو جربتها فعلا واتقنتها هتشوف فرق كتير جدا جدا في المراوغة. ستيب اوفر الاستيكو. المهارة دي كومبو بين الستيب اوفر والالاستيكو، وهنا انت بتمد الكورة بباطن قدمك مع لف نفس القدم وبعد كده تعمل مهارة الالاستيكو، وهي مهارة رائعة جدا في المراوغة وتقدر تعملها وتراوغ بيها خصمك بكل سهولة. يلا بينا نروح نشوف خطوات الشرح بتاعتها وهنقدر نتعلمها ازاي. يلا بينا. الحركة دي تعمل كده بالبطيء وتحاول انك تتمرن على اول خطوة، وهي عمل الستيب اوفر اللي هي لف قدمك حول الكورة، وتفضل تتمرن عليها كده شوية وبعد كده تعمل حركة الالاستيكو لوحدها برضو نفس الكلام عشان تقدر تتعلمها بداخل قدمك لخارج قدمك، وبعد كده تدمج المهارة كاملة مع بعض، تعملهم الاتنين مع بعض بالكامل وتعملها بالبطيء الاول وتسرعها واحدة واحدة مع التمرين والتركيز وكتر التدريب عليها. هتشوف فرق كبير جدا جدا جدا، واما تتقن الحركة دي هتشوف المستوى بتاعك هيكون عامل ازاي. انسايد اوتسايد. وانت بتجري بالكرة تضربها من داخل قدمك الى خارجها عشان تقدر تخدع بيها خصمك، وهي حركة رائعة جدا وتقدر تعملها وتتعلمها بسهولة. دي مهارة من المهارات اللي تقدر تراوغ بيها بسهولة وتخدع الخصم كمان، وتقدر تستخدمها وانت بتجري او وانت على ثبات، وحاول تستخدمها على اطراف الملعب لان ده المكان المناسب قوي قوي لعمل المهارة. روكيت. دي مهارة جميلة جدا جدا جدا، وكمان تقدر تراوغ بيها الخصم بمجموعة حركات بقدمك. في الأول بتسحب الكرة للخلف وبعد كده بتجيبها من خلف قدمك إلى القدم اللي أنت سحبت بيها، وأول ما الخصم خلاص هيمد رجله عشان ياخد الكرة تقوم عامل حركة الفي دراج وتعدي منه على طول. وتستخدم المهارة دي أثناء ضغط الخصم عليك أو يكون جايلك بسرعة
فبحيث لما هو يقف وانت بتعمل الحركات ومجموعه الحركات اللي تعملها برجلك هيكون هو اتلخبط، فهيكون عايز ياخد الكوره، هيمد رجله عشان ياخد الكوره، هيقوم انت عامل حركه وتقدر انك تعدي منه بسهوله جدا جدا جدا. بس اهم حاجه ما تعملهاش قدام خصم غشيم عشان ما يشوتش رجلك او يعمل تاكلينج عليها يديك اصابه. يعني حاول تعملها كده لما تكون مستريح في اللعب. وبرده ما تحاولش تعمل المهاره دي لما يكون لاعبين كتير ضاغطين عليك. تحاول تعمل المهاره دي اما بيكون مثلا اللاعب واحد بس هو اللي جاي لك وبتكون انت مرتاح وتكون كسبان يعني. وهي فعلا مهاره بتدي شكل رائع جدا وجميل جدا جدا، وانا واثق ان انتوا هتقدروا تتعلموها. يلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي. يلا بينا. هتعمل المهارة دي على خطوتين. أول خطوة تسحب الكرة بأسفل قدمك للخلف وتكرر السحب للأمام، وتفضل تعمل التمرين ده شوية لحد ما تتقنها كويس وتكون بتعملها بسرعة. في الخطوة التانية تعود قدمك على حركة الدراج بالشكل ده برضو، وهتعملها ببطء الأول وبعد كده تدمج الخطوتين وتعملهم بسرعة وتكون بعد كده أتقنتها. ستيب اوفر رول. وانت بتجري بجانب الخصم توقف الكرة بالاسفل وتسحبها بداخل قدمك القوية والضعيفة بسرعة وتاخدها عكس اتجاه الخصم بالطريقة دي. المهارة دي رائعة جدا لمراوغة الخصم، وكمان تقدر تخدعه بسهولة جدا وبسرعة. وكمان احيانا كان بيستخدمها كريستيانو رونالدو ايام ما كان في ريال مدريد، وحاليا بيستخدمها فيرمينيو في معظم مبارياته في ليفربول. هي تمارينها سهلة وبسيطة. الخطوة الأولى هتقوم بسحب الكرة 5 دقايق يوميا بالأسلوب ده، والخطوة التانية هتكرر نفس الشيء بس هتخطفها عكس الاتجاه بالشكل ده. تاتش في دراج. دي مهارة مراوغة سريعة بالأقدام، وتقدر تمر من خصمك بإنك تسحب الكرة بالأسفل للخلف وتلعبها بخارج وجه قدمك الضعيفة بسرعة وتعمل حركة الفي دراج وتعدي على طول. نشوف المهارة بعد كده ندخل على الشرح. دي مهارة جميلة وبتعتمد على سرعة الأقدام في الحركة والتنقل بالكرة، وهقول لكم على طريقة بسيطة تقدروا ان انتوا تتعلموها بسرعة. بس أهم حاجة استمراركم في التدريب عشان ده اللي هيحسن المهارة دي، وما تهملش في التدريب عليها عشان لو انت هملت فيها هتنساها. يلا بينا نروح نشوف طريقة تعليمها ازاي. ده شرح مبسط للحركة وتبين طريقة عملها فيها بالسحب في الاتجاهات دي، وبعد كده هتتمرن على السحب مع ضرب الكرة بوجه القدم الخارجي في زاوية مايلة مش مستقيمة عشان خصمك يمد رجله. هتتعود على الحركة دي لحد ما تكون بتعرف تعمل. بعد كده هتعملها مع سحبة بسيطة، ودي الخطوة التانية منها عشان تكون مدرك للحركة بقدمك وما تكونش متشتت فيها. في الآخر هتعمل حركة كاملة بالشكل ده مع حركة الفي دراج عشان يكون الكومبو كامل، بس هتعملها ببطء الأول وبعد كده تسرعها واحدة واحدة تدريجيا وتكون جيد في عمل المهارة زي ما انتوا بتشوفوها دلوقتي. ستيب اوفر موف. دي مهارة رائعة جدا وبتعتمد على سرعة لف القدم مع ضرب الكرة، وهي مهارة فعالة جدا وهتقدر بيها تخدع الخصم وتراوغه، بس محتاج منك سرعة في تنفيذها عشان تعرف تعملها بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. هنشوف ازاي تتعلم المهارة دي على الأقل في يوم أو تمرينة واحدة. هنشوف دلوقتي المهارة الأولى بتتعمل ازاي. في الأول انت بتلف القدم حول الكرة في وضعية الثبات أو في الوضعية اللي انت بتجري فيها على حسب ما انت عايز أو على حسب ما انت هتعملها، وبتضرب الكرة بالقدم التانية قبل ما القدم اللي لفيت بيها الكرة تلمس الأرض، وبتقوم بضرب الكرة مرة أخرى بنفس القدم اللي انت لفيت بيها عشان الكرة تروح في زاوية تانية أو في اتجاه تاني، وتقدر ان انت تمر وتكون عديت بكل سهولة وبساطة. ذا سنيب سناب. دي مهارة حلوة وسهلة وتقدر تخدع بيها الخصم بلمستين بس، واستخدامها دايما بيكون والخصم امامك عشان تقدر تراوغه. وهقول لكم دلوقتي ازاي ممكن تتعلمها في تمرينة واحدة وتكون سهلة معاك. في استخدام المهارة الأولى إنك بترفع الكورة من وش رجلك أو من مشط رجلك وإنت بتلف رجلك التانية في نفس الوقت. وعلى فكرة هي سهلة ومميزة في نفس الوقت، بس أهم حاجة رجلك اللي رفعت بيها الكورة تكون على وضع استعداد إن هي ترجع وتستقبل الكورة وتضربها عشان الكرة تتجه في اتجاه بعيد وتقدر ان انت تمر بسرعة. اهم حاجة تعود رجلك على الحركة دي بسرعة، يعني دي اهم ميزة المهارة انك تعملها. يعني لو سومبريرو. دي مهارة جميلة جدا وتقدر بيها انك تعدي من خصمك بسهولة، واهم حاجة تكون عارف المسافة والوقت بانك تعمل المهارة دي فين وازاي عشان تعمل لك الشوط الرائع والمناسب ليك، وتستخدمها وانت امام خصمك على طول. وطبعا هتكون محتاج مرونة كبيرة في جسمك عشان تقدر تتقنها، وهقول لكم في الشرح ازاي تعملوها بشكل صحيح وبسرعة عشان تقدر تتعلمها وتنفذها كمان. هنبتدي باول خطوة في المهارة الاولى بانك
تتعلم ازاي انك تلف الكوره وتلف جسمك اللي هي بحركه الرولت. تعود نفسك ان انت تلفها. بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي في المهاره الاولى انك تلف جسمك بنسبه 180 درجه او 90 درجه، تلف جسمك وانت بترفع الكوره. وبعد كده هتبتدي انك ترفع الكوره برجلك الاتنين وتلعبها بكعب رجلك لفوق، يعني تخليها اللي هي تلف فوقيك وفوق الخصم. تمام؟ بعد ما تخلص الحاجات دي كلها، ده شرح تفصيلي للمهاره ازاي تعملها. دبل ستيب اوفر. دي مهارة من مهارات رونالدو، هي عمل البدال بداخل وخارج الأقدام بسرعة هايلة بحيث الخصم يتشتت وتمر منه في أي اتجاه أمامه. نشوف عرض المهارة بعد كده ندخل على شرح المهارة بالتفصيل. دي مهارة استخدمها كريستيانو رونالدو في ماتش من ماتشاته، وكمان هي ليها نتائج فعالة جدا لخداع الخصم، وطريقة شرحها بسيطة هقولها لكم دلوقتي عشان تقدروا تتعلموها في البيت أو في الملعب أو في أي مكان. يلا بينا نروح نشوف الشرح. هنا الفيديو هيكون بطيء شوية عشان نعرف تفصيل أكتر على الحركة بحيث إنكم تقدروا تستخدموها في التدريب أو في أي مكان، مش لازم ملعب، ممكن تعملها في البيت عندك. في الأول بتلف القدم بالخارج وبعد كده بالقدم الأخرى بالداخل زي ما انتوا شايفين، وبترجع بالقدم الأولانية تلفها بالداخل وبنفس القدم برضو بالخارج والقدم الأخرى بالخارج، وتلمس الكرة في أي اتجاه عشان تقدر تمر. ولو انتوا متشتتين من اللي أنا بقوله ده هقول